حيت كان الصيف وكانت فاتحة السرجم ودايرة غير خمية خفيفة. وقفت إحساس غريب شدني، خليط ما بين الخوف والشك. قربت شوية، الدار كلها كانت ساكتة، لكن شي حاجة داخلي كانت كتصيح. أنا مريم، بنت وسط 3 ديال الولاد. كنت دائما كنحس براسي مميزة في دارنا، كنت مذللة بزاف من طرف والديا وخوتي. الوالد ديالي توفى فاش كان في عمري 14 سنة. كنا ساكنين في الفيرما ديالنا، وخوتي كانوا مقابلين الفلاحة والغنم والأبقار. كنا لاباس علينا وما خصنا حتى خير. كانوا خوتي مزوجين، كنا ساكنين في دار وحده، لكن كل واحد عنده بارتما صغيره ديالو. ولكن الماكله كانوا عيالة خوتي كيطيبوا في الكوزينه الكبيره اللي حدا بيت الوالده وبيتي. كنا عايشين في جو عائلي، عيالة خوتي بحال الاخوات ديالي وانا كذلك. واحد النهار جا واحد السيد في عمره 30 سنه، خدام ومقبول في الشكل وما فيه حتى عيب ظاهر. السيد ما مبليش، شافوا خوتي والوالده ديالي وقالوا لي حنا ما سخيناش بيك، ولكن لابد ديري دارك ووليداتك. هاد السيد كيبان معقول، توكلي على الله وحنا معاك. جاو عائلته اللي هما الوالده ديالو، لان الاب ديالو كان متوفي. الوالده ديالو كانت امراه كبيره في العمر، وجوج خواتاتو اللي كانوا مزوجين، ومرات خوه اللي ساكنه معاه ومع الوالده ديالو في نفس المنزل. مرات خوه هاد المرة بالخصوص كانت كتشوف فيا بنظرات غريبة، وسكاتها كان كيزعج حتى الله يسخر ما كناش كنسمعوها منها. كتحس بيها بحال كتعرف شي حاجة وما بغاتهاش تبان. راجلها كان خدام على برا خارج المغرب، كيجي 2 المرات في العام. قلت يمكن غير حيت السيدة راجلها بعيد عليها وما عطيتش الموضوع أهمية. دازت الخطبة واتفقوا على العرس من بعد شهر، يلا فين نوجدوا حيت العائلة والأصدقاء ديالنا كتار. في هذه المدة كان السيد قليل الكلام معايا، كيتصل مرة في الأسبوع، كرسل ليه ميساج كيخلي ليا في. واحد المره صونيت عليه وقلت ليه علاش ما كتسول، ما كتجي تشوفني، راه حنا زعما مخطوبين. ضحك وقال لي لا، راه غير مشغول بالتحضيرات وكل شيء فيا، واخا هما ما دايرينش العرس. دوزت هادشي بجغيمه الماء وقلت غادي يتبدل مع الوقت. تزوجت ومشيت عروسه لنفس الدار اللي ساكن فيها هو وامه ومرات خوه، لان الام ديالو كانت مرا كبيره وما يقدرش يمشي يسكن شي بلاصه اخرى ويخليها. في الايام الاولى كان غريب، كيقضي نهارو برا في الخدمه، وفي الليل كيجي يتعشى وكيدخل ينعس، ما كيهضرش ما كيهتمش، حتى نظره فيها دفء ما كيناش. مر اسبوع شهر وانا كنقول واش الزواج هكا داير؟ لا، يمكن خاص الوقت، يمكن غيتبدل مع الوقت. قلت مع راسي خاصني ندير شي حاجه نرجع بها هذا الاهتمام واخا ما عمرو كان. مشيت للصالون، صبغت شعري، درت تسريحه لشعري، لبست، تعطرت وتزينت، حسيت براسي زوينه بزاف داك النهار. وقلت اليوم غيشوفني بعين اخرى. لكن حتى حاجه ما تبدلتش. دخل كيف العاده، عطاني بالظهر ونعس بحال الا شي وحده غريبه عليه. داك الليله ما قدرتش نعس، بقيت كنقلب الافكار في راسي حتى غلبني النعاس بلا ما نحس. فجاه فقت على 2 ديال الليل، درت يدي لجنبي، السرير خاوي، قلبي بدا كيدق بسرعه. فين مشى وعلاش؟ اش واقع؟ لبست عليا وحليت الباب ديال الغرفه بشويه بلا صوت. كان ضو خفيف خارج من السرجم ديال الغرفه ديال مرات لوسي، حيت كان الصيف وكانت فاتحه السرجم دايره غير خميه خفيفه. وقفت إحساس غريب شدني، خليط ما بين الخوف والشك. قربت شوية، الدار كلها كانت ساكتة، لكن شي حاجة داخلي كانت كتصيح. تمشيت حتى وصلت للشرجم، قربت خطوة خطوة، قلبي كان كيدق كيدق بحال طبل ما بين الخوف والشك. وقفت حدا السرجم وطليت من غير ما ندير حتى صوت، والمفاجأة اللي شافت عيني خلت الدم يبرد في عروقي. راجلي ومرات لوسي في غرفة النوم بحال زوج متزوجين. لحظة سكات وكأن الوقت وقف. نزلت راسي من تحت الشرجم وما عرفتش كيفاش، ما بكيتش ما غوت، ربي عطاني واحد الجهد. كان تليفوني في يدي، فتحت الكاميرا وصورتهم فيديو. مشيت لبيتي وانا مازال ما استوعبتش بشاعة المنظر، واش كنحلم؟ اشنو هاد الشيء؟ رجعت لبلاصتي ودرت راسي ناعسه. دا شويه د الوقت ودخل داك المسخ ديال راجلي كيتسلت، نعس بلاصتو. طلع الصباح وداز عندي هاد الليل كانه سنه. جمعت قواي وقلت ليه سمح لي، ما نقدرش نوجد لك الفطور، كرشي كضرني، ودرت راسي مريضه باش يبقى مطمئن. فعلا خرج الخدمه وهو مطمئن، لكن انا كنت غير كنحس بالوقت. نهار جوج وبدا كلشي كيتبدل في بالي، ماشي دموع، بل خطه بارده محسوبه ما فيها لا تسرع لا تهور. واحد النهار جا من الخدمه وقلت ليه بغيت نتكلم معاك، راه اتصل بيا خويا وقال لي راه بعنا الغله كامله ديال هاد العام، يومين ودوزي للدار نقسموا الفلوس. المسخ ديال راجلي كانت عنده طوموبيل ساويه شي 7 المليون، وكان كيقول لي قولي للخوت كيعطوك حقك وتعاوني معايا نشري طوموبيل. راه صحابي كل شيء عيالاتهم خدامين ومتعاونين معاهم، كيركبوا غير في الحديد الواعر.
لقيت هذه هي الفرصه من ندخل ليه، وقلت ليه سير بيع ديك الطوموبيل وجيب لي فلوسها، وزيد داك شويه اللي جمعتي راه جاتني في حقي 8 ديال المليون من بيع الغله ديال هذا العام، غنزيدوا على هذا الشيء وغنشريو طوموبيل جديده. هو طار بالفرحه وبدا كيهضر على الطوموبيل اللي باغي وباللي غتبدل حياته. انا سكت وخليته يحلم. في نفس اليوم مشيت عند مرات لوسي الغداره، ضحكت تصنعت البراءه وقلت ليها بغيت من عندك واحد الحاجه وحشمت. عرس بنت خالتي السيمانه الجايه، وراك عارفه انا الذهب كله اللي عندي رقيق، وانتي تبارك الله عندك الذهب الغليظ البلدي، واخا تعطيني المضمه ديالك والسرتله والبراسليات ديالك ندوز بهم العرس. راك عارفه العائله غيبقاو حاضين اجداد عليا مورا الزواج. السيده فرحات بغات غير نخوي ليها الميدان، قالت لي مرحبا وغنزيدك حتى واحد التكشيطه اخر ما كاين، خيطتها غير هاد العام ولبستها مره واحده. جمعت الماليطه اللي فيها الذهب والتكشيطه وزدت عليهم فلوس الطوموبيل 7 المليون، وواحد 2 المليون سنين هو كيجمع فيها. مشيت لدارنا، داز نهار اسبوع والقنبله كتستعد الانفجار. صافي ها هو صونا. واش نجي لك اليوم؟ قلت ليه حدايا الناس شويه ونجاوبك في الواتساب. دازت 10 دقائق، كتبت ليه ميساج وقلت ليه شوف هاد الطوموبيل هي اللي غتجي معاك. موراها الفيديو اللي فيه هما بزوج، من بعدها ميساج تلاقيو حوايجي يوصلوني. في الجهه الاخرى رسلت لمرات لوسي ميساج شوفي كي جيت نهار عرس بنت خالتي، ومن بعدها الفيديو قلت ليها ذهبك ولا الفضيحه. اللي رسلت ليه الفيديو كيخلي ليا في مساكن مصدومين، النهايه اللي كيبانوا فيها رابحين طلعوا خاسرين. من بعد تلاقي قررت باش نرجع نقرا، درت باك ليبر وانا الان كنكمل قرايتي في الجامعه.